أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وأتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم، وكل من دخل الفيديو بغرض الشفاء أسأل الله العظيم أن يشفيك بإذن الواحد الأحد، وأن يلبسك الثوب الأبيض من الصحة والعافية. إذا أحبتي اليوم وخصوصا في هذا الوقت بالضبط نحتاج دائما هذه الوصفة للكحة، لأن معظم الناس في هذا الوقت مريضين يعانون يعني من هذا انفلونزا، كحة تأتيكم كحة حادة. فأعطيكم الآن الحل الأمثل الذي سيذهب لكم الكحة في ظرف ثواني فقط. هذا علاج ممكن أن نعتبره أفضل علاج للكحة في ثواني، بدون أي أدوية، بدون أي وصفات ثانية. هذا علاج فعال للكحة ويذهبها خلال ثواني معدودة، ليست ساعة وليست دقائق، أقول لكم ثواني معدودة وبالتجريب، تجريب شخصي. إذا أحبابي سنحتاج في هذه الوصفة فقط طحينة سائلة. الناس التي تسأل والناس اللي في المغرب التي لا تعرف ما معنى الطحينة، الطحينة هذه فقط عبارة عن سمسم يكون محمص مطحون، وزيت السمسم يكون مخلوط معها ومطحون بشكل جيد. وبالنسبة للناس هناك يعني إضافة واحدة أو إضافتين عليهم، لكن الناس اللي تريد معرفة الطريقة ادخلوا فقط لليوتيوب، سوف تجدون، اكتبوا فقط طريقة عمل الطحينة، سوف يعطيكم الناس التي تقدم مثل هذه الوصفات. سوف ترون طريقة عمل الطحينة، اصنعوها في البيت عندكم، فهي مفيدة جدا جدا حتى في الأكل. يعني هنا في الخليج بالضبط يستخدمونها بكثرة في الأكل مع الرز ومع الأشياء هذه. فالطحينة مفيدة جدا جدا، فمن الأحسن أنكم تستخدمونها أو تحضرونها في البيت، تكون يعني أكثر فائدة من التي تشترونها جاهزة، وإذا لم تتوفر في البيت اشتروها جاهزة. المهم هنا عندي خليط ما بين زيت الزيتون وزيت السمسم، زيت سمسم طبيعي. عنده هنا كذلك زنجبيل طازج طبيعي مطحون، يعني زنجبيل عفوا يكون يعني حديث الطحن، لا تشتروه مطحون، تشتروا زنجبيل طازج وقوموا بطحنه امامكم. هنا عندي حبة البركة او الحبة السوداء او السانوج كما يقول البعض، انا اتكلم فقط على هذا الشكل لأن تأتيني بعض التعليق هذه الحبيبات الصغيرة. اذا هذه هي مكونات الوصفة فقط. إذا طريقة التحضير جدا سهلة. طبعا سوف نقوم بأخذ إناء نقوم بخلط فيه المكونات. طبعا هذا الكأس فقط خلطت فيه زيت الزيتون يعني نظيف. سوف نقوم بوضع تقريبا ملعقة كبيرة ممتلئة من الطحينة بهذا الشكل. نضع تقريبا ملعقة أو ملعقتان من زيت الزيتون، يعني ملعقة زيت زيتون طبيعي وملعقة زيت السمسم اللي هو الزنجلان كما نقول في باللغة المغربية. وكذلك عندي هنا ملعقة هكذا من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الحبة السوداء أو السانوج بهذا الشكل. هذو المكونات. طبعا نقوم بخلط هذه المكونات جيدا، بستخدم هنا سكين من الأفضل هكذا حتى تمتزج أو عفوا العناصر مع بعضها. يصبح عندنا بهذا الشكل. اذا تريدون استخدام مثلا كميات كبيره تضاعفون المقادير واستخدموها، حطوها في قنينه من الزجاج، وبامكانكم استخدامها كلما احتجتوا لها، ومثلا تستخدموا كميه كبيره لكل افراد العائله او كل افراد الاسره اذا كانوا الكل يعانون من الكحه. اذا بهذا تصبح سائله عندنا بهذا الشكل. فقط الخلط جيدا. اذا بالنسبه طريقه استخدامها، سوف ناخذ بعد ما نخلط المكونات تؤخذ ملعقه صغيره على الريق وملعقه صغيره قبل النوم، يعني تاخذون ملعقه صغيره في الصباح قبل وجبه الفطور، وملعقه صغيره بعد العشاء بساعه، يعني على بال ما ينهضم وجبه العشاء، وقبل النوم، يعني في الصباح وفي المساء فقط. بالنسبة لأول مرة سوف تقوموا باستخدامها سوف ترون أن الكحة
يعني اختفت تماما، لكن فقط خذوا في الصباح وفي المساء لكي يعني تنظفون الصدر نهائيا من الكحة لكي لا ترجع أو تعود مرة ثانية. لكن أول ما تستخدمون هذه الوصفة سوف تلاحظون راحة في الصدر، وسوف تلاحظون اختفاء تام للكحة. فجربوها وسوف تدعوا لي عفوا. وتنفع حتى للأطفال الصغار، لكن الأطفال الصغار أعطوهم فقط نصف ملعقة. الأطفال الذين هم يعني أقل من 8 سنوات أعطوهم نصف ملعقة صغيرة فقط كافية، لأنها تحتوي على الزنجبيل. ممكن الزنجبيل يرفع لهم درجة الحرارة. فبالنسبة الأكبر من 8 سنين تعطوهم ملعقة صغيرة كاملة لا مشكلة. إذا أحبابي هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسوا كل من جرب الوصفة يكتب لي في التعاليق، وأنا أقبل كل تعليق كما أذكر لكم دائما، فقط تعاليق تكون محترمة. استودعناكم الله ومع السلامة.